تعرف بيك؟ عصام جناوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي. متوقع النتيجه بكره كام؟ والله متوقع الاهلي يفوز وسكور كبير كمان. الاهلي هيفوز سكور كبير. ايوه. لا. فوز كام؟ يعني اكتر من الاربعه. طب انت ليه متوقع التوقع ده يا عم عصام؟ الزمالك مش في مستواه خالص السنه دي. الاداره والتخبط في الاداره نفسه مأثر على نفسيه اللعيبه. النتيجه كام؟ نتيجة فوز الأهلي طبعا. فوز كام؟ يعني حوالي 3-0 كده أو 3-1 بس ممكن ما يجيش الواحد برضه. ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-1. مين هيحط الاهداف؟ ان شاء الله عبد الله السعيد، وليد سليمان، وليد ازارو ان شاء الله. هو انا اتوقع الماتش ده انتزم بصراحه. هنتهزم. كزملكاوي هتتهزم. اصل ما ينفعش مدير فني جاي من يومين او 84 ساعه 48 ساعه ونفوز، مستحيل. حصلت في اكتر من انديه قبل كده ان المدرب بيجي يمسك النادي ويكون داخل على لقاء قمه وبيفوز. بس مع اللعيبه دي مش هينفع، اللعيبه دي المفروض عايزه واحد قوي الشخصيه. ايهاب ممكن يكون قوي الشخصيه، بس يعني مع نظامنا احنا كزملكاويه مش هينفع انه كل الزملكاويه حاسين انه ده اهلاوي. احنا كزملكاوي حاسس انه ايهاب جلال اهلاوي. متخيل النتيجه تكون كام؟ متخيل احتمال 3-0 للاهلي، او ممكن تحصل يعني معجزه والزمالك يفوز 1-0 بالكثير. يعني فوز الزمالك غدا معجزه بالنسبه لك. معجزه كبيره قوي، يعني مستحيل تحصل. 2-0 للزمالك ان شاء الله. مين هيحط الاهداف؟ كاسونجو وباسم مرسي. كاسونجو؟ وباسم مرسي. كاسونجو ده جنسيته ايه؟ جنسيته كونغو. كونغو؟ طيب شايف انه ايهاب جلال هيقدم مباراه حلوه قدام ان شاء الله هيقدم مع بجلال مباراه حلوه ان شاء الله. توقع النتيجه كام بكره؟ 2-0 ان شاء الله. لمين؟ الاهلي طبعا. مين هيحط الاهداف؟ والله عاد ممكن مؤمن زكريا ولد ازارو. توقع النتيجه كام بكره؟ 3-1 لمين؟ الاهلي ان شاء الله. مين هيحط الاهداف؟ عبد الله السعيد وازارو، او ممكن 2 عبد الله السعيد ان شاء الله. عبد الله السعيد 2؟ 1 ازارو. شايف ان الزمالك هيشارك بقوه بكره ولا الماتش هيكون بجانب واحد بس؟ لا هو ممكن يشارك بقوه عشان ايهاب جلال برضه مدرب كويس وربنا يستر. رؤيتك للمباراه يا عبد الرحمن؟ والله هو اكيد يعني مايل للاهلي، لانه الزمالك حاليا في يعني فتره متدهوره خالص، فاكيد ان شاء الله الاهلي هيفوز باذن 2-0 لمين؟ الأهلي. مين هيحط الاهداف؟ وليد أزارو وليد سليمان. مكارس حازم. كل سنه وانت طيب يا مكاريوس. وأنت طيب؟ اهلاوي زملكاوي مكاريوس؟ لا زملكاوي. توقع النتيجه كام بكره؟ أتوقع هزيمة الزمالك طبعا. الزمالك هيتهزم؟ أكيد. هيتهزم كام؟ مش عارف ممكن 2-0. طب ليه متوقع الهزيمه يا مكاريوس؟ عشان المدرب جديد ما واخدش فرصته مع اللعيبه، ما فهمش اللعيبه برضه لسه جديده عليه وكده. يعني هي المشكله في اللعيبه، والمشكله في منتدى مرسور اول ما مشى 12 لاعب تمام، فده عمل له عجز في اللعيبه بالظبط تمام، وده هو اللي هيخلي الفريق يخسر. ان شاء الله الاهلي هيفوز عشان هو كده مستواه احسن من الزمالك كتير قوي، وغير كده ان شاء الله يجيب واحد وليد ازارو والثاني اجاي ان شاء الله. رؤيتك للمباراه، الزمالك هيأدي ويلعب ولا؟ قد مين يا عم؟ ده هو من 5-6 مباريات بايظ خالص. مين هو اصلا؟ من امتى هو اصلا بيفوز على الاهلي؟ بايظ ازاي؟ انت شايف ازاي؟ كل حاجه، من الدفاع من الهجوم من اي حاجه، من الجون نفسه. ما في شفت اخر مباراه الجناوي اول ما جاب راح باصيها الدفاع جاب جون فيه بس المقصه. اهلاوي. توقع النتيجه كام؟ ان شاء الله 2-0 للاهلي. مين هيحط الاهداف؟ وليد ازارو وعبد الله السعيد. طيب رتم المباراه شايفه هيكون ازاي؟ هيكون يعني مايل لناحيه الزمالك ولا ناحيه الاهلي؟ لا هو متوسط بين الفريقين. شايف الزمالك هيقدم مباراه حلوه ولا لا عشان بالنسبه انه تغيروا المدرب وكده؟ لا طبعا هيقدم مباراه حلوه عشان ايهاب جلال مدرب كويس، وان شاء الله نشوفهم مباراه حلوه بين الطرفين باذن الله. 2-0 باذن الله. مين؟ الاهلي. مين هيحط الاهداف؟ عندك اسلام محارب وباذن الله ازارو. 3-1 للزمالك. 3-1 للزمالك. مين هيحط الثلاث اهداف؟ شمبونج ومدبولي شمبونج ومدبولي. قول ازارو. وازارو يجيب هدف للاهلي. ومحمد الشام الثالث. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ توقع النتيجه ايه؟ 2-1. مين هيحط الاهداف؟ ايه؟ مين هيحط الاهداف؟ الاهلي طبعا. قلت لك احنا ماليش في الكوره، توقعت بس. طب ماشي، مين هيحط الاهداف؟ ايه اللي انا قلته؟ ايه اللي قلته غريبا على كده؟ محمد صلاح مثلا. هنصدر منجل للعراق، والرجاله دي لو عايزه تاخد نووي هنجيب لها نووي يا عمنا. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع. معلش احنا افتكرتك الشيشه حبيب قلبي. هضرب ودان امك.